السلام عليكم، تحياتي إليكم أحبتي في الله. أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كاملين من طنجة إلى القويرة. وعلاش كنقول من طنجة للقويرة؟ باش ندخلوا معنا الصحراء الغربية المغربية اللي كتضر داك الناس اللي من هوك، ودائما غنذكرها من طنجة للقويرة. يلا حنا تابعينهم، هما بغاونا كنا مبيكين عليهم، ولكن دابا غنتبعوهم كما كانوا تابعين. فاليوم خرج الناس سيدهم الفاهم ديالهم اللي هو التعرجي، واخا ما كنحبش نذكر سميتو، اللي هو حفيظ الدراجي. خرج بتدوينه ويا ليته ما كان كتبها، فيها تناقض وفيها تخربيقه على ما فهمتش انا هاد الناس هاد. قال لك سيدي قرار الكاف المضحك، اسمع: باعتبار اتحاد العاصمة منهزما 3 أهداف مقابل لا شيء مع نهضة بركان في مقابلة الذهب. يا أخي واش انت شنو عندك في هذاك الدماغ هذاك؟ هو ما حاجزين التوني ما يلعبش بيه بركان. باش يلعب هذا فريق بركان؟ هذا خطأ كبير ارتكبته الجزائر. وقال لك المضحك، اسمع التناقض كيدير: باعتبار انه نهضة بركان هي اللي مبغاش تلعب. باش تلعب؟ كان خصهم يدخلوا قيله بالملابس الداخليه، يحيدوا هذاك التيشيرت الفوقاني ويلعبوها بهذاك الصدري، باش تكون تبهديله كبر من التبهديله اللي داروا دابا. هي الصراحه كون كندخلوا بها هكا. علاش اسيدي ما عطاوناش التوني؟ ما عطاوناش داك السورفيت باش نلعبوا حنا؟ ما يمكنش. الشعارات والاشهارات واللي كتستافد منهم الكاف وكيستافدوا منهم الشركه اللي عندهم الراعيه ديال القميص والشركه المصنعه وهاد الاشياء كامله، فين غتمشي؟ كلهم غيتاداو باش انت تجيب له توني محيد منه الشعار ديال المغرب من طنجه للقويره كما قلت، باش تبقى على خاطرك وتطيح نهضه بركان في خطا يعني كبر من اللي كانت عندي، من اللي دارت. تصور ان لو كان لعبت بداك القميص اللي هما جابوه، وجدوا لهم وجايبينه ولاو خياطه، داك القميص كانت نهضة بركان ممكن انها تمشي فيها ما عرف شحال من الملايين ديال الفلوس اللي كانت تخسرها بسبب داك القميص كون لعبت به، لان خصها تدفع تعويضات وفي نفس الوقت عاد تعاقب، لان ما يمكنش تلعب بواحد القميص اللي ماشي ديالك انت. الشيء دابا انا كنهضر لك على التناقض على حسب ان غادي معاهم الفكر ديالهم هما اللي بغاو، ياك بالفكر ديالك. ما كنهضرش على المنطق تيقول لا، يا اما نلعب بالتوني ديالي اللي بالشركه الراعيه واللي موافقه عليه الكاف، او ما نلعبش من الاخر. واللي دارته نهضه بركان هي ما نلعبش، هذا هو القانون. طبقت القانون بحذافيره. وجد لي التوني ديالي، وجد لي الجو اللي نلعب فيه. هما ما موجدينش من النهار الاول. هما 10 ساعات ديال ولا 12 ساعه هما في المطار محجوزين، والضغوطات النفسيه، وخرجوهم على الاطار الرياضي وعلى التركيز الرياضي اللي خصهم يدخلوا ليه الماتش. وكيقول لك قرار المضحك، والمضحك هو اللي دايرينه فيه، دايرينه نتوما في راسكم. فريق عباد الله جايب التوني ديالو، الشعار ديال الوطن ديالو، هز بلاد كلها من الاول للاخر حتى من الشعب. كلشي بان لي سبيطار ديال الحماق وقيل. قالك اسيدي اعتبروا ان النتيجه قالك مضحكه. وشوف باش تناقض. قال لك وبرمجه لقاء العوده الاحد المقبل كان منتظرا، لذلك سيتصرف اتحاد العاصمه بحكمه. اسمع، قال لك يتصرف بحكمه ويتنقل إلى المغرب حتى لا يعاقب بنص المادة 7 التي تحرمه من المشاركة في المنافسة القارية بسبب الغياب. وعيب الله، شنو هذا؟ وكو كان غير سكت حسن له شي، كو كان سكت حسن من هاد التدوينة اللي داير. الماتش الاول ما يلعبوش بسبب الماتش الثاني غيجي قال لك المغرب باش انه وهي راه يتعاقب. ما يمكنش ان تمر هاد الحادثة بدون عقاب، ما يمكنش. هذه الحادثة كاملة تمر إذا مرت بلا عقاب، هنا نعرفوا بأن الأمور يعني فيها ما يمكنش. راه الاتحاد ديال الجزائر خصها تتعاقب، والنادي غيتعاقب، وممكن الأندية كاملة تتعاقب، لأن ممكن أن تمشي العام عامين وأكثر قاعد توقف اللعبة، لأن هذا الشيء اللي حصل راه ماشي شي حاجة بسيطة.
راه شي حاجة كبيرة، راه فيها شحال نقول لك هادي، راه فضيحة، راه عرضت إفريقيا كلها للسخرية. تصور دابا العالم كله شاف هاديك الفضيحة، نادي جاي ما عنده حتى شي دخل في السياسة، ما عنده دخل في الأمور السياسية، يلعب ماتش كورة، ممكن بعد الماتش بساعتين ثلاثة تلقاه ركب الطائرة ورجع للبلد ديالو الأم اللي هو المغرب. شنو درتو فيه؟ بسبب اش؟ بسبب خريطة. كتوجعكم داك الخريطة؟ تسمع قالك وفي الاخر ديال التدوينه ديال التسامح والتواطؤ والانحياز المفضوح تكون له تداعيات كبيرة على اللعبة في إفريقيا. اسمع الطنز، هذا هو الطنز. قالك التسامح والتواطؤ والانحياز، هذا هو السم في الحليب أو لا في العسل. يعني هنا كيتهم إفريقيا، التسامح والتواطؤ والانحياز زعما للمغرب، انحياز للمغرب. انت ديرها قداش وفي الاخر مسحها في المغرب او مسحها في افريقيا، انحياز للمغرب. وهادشي لو كان حصل في اي بلد خصو يتعاقب. حنا دابا كننتظروا العقاب، اما 3-0 كنت متوقع اي واحد صغير تقول يقول لك 3-0 هذيك كاينه. اعتبروا الفريق الجزائري خاسر لانهم ما سهلوش الامور، وهذا اللي كينص عليه القانون والبند القانون، انك تسهل الفريق الضيف كل المقومات الظروف الملائمه باش يلعب لك الماتش في بلادك. انا جاي عندك ضيف، انا ما كنهضرش هنا على المساله ديال الكرم وكذا، هذيك امور كتبقى اخويه بعيد عن هادشي. كنهضروا في القوانين التشريعيه. جيت عندك ضيف غنلعب عندك ماتش، خصك توفر لي الفندق، توفر لي الملاعب ديال لونطريمون، توفر لي جميع وسائل الراحه من التنقل من اي شيء، باش نلعب ماتش كرة يليق بإفريقيا. هنا سأتي لإفريقيا وسأتي للدول العربية وسأتي للإسلام وسأتي لكل شيء، كل شيء سأتي إليه. هنا قالك الجزائر خص الدولة العمل مع الأفارقة. اسمع باش نقول لك الطنز، هو رجع قالك خصو يرجع. شو التناقض هذا اللي كنهضر عليه؟ قالك يجب على الجزائر أنها تعمل مع الأفارقة والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية على إصلاح البيت الكروي الإفريقي حتى تعود الثقة والمصداقية والشفافية للعبة، وتتراجع حدة التوتر والتذمر في الأوساط الجماهيرية. ولدى الكثير من الاتحاديات الإفريقية التي بدأت تشعر بالاستياء من الوضع المقرف الذي لم يعد يطاق. الحمد لله أنك كتعترف في هذه اللقطة الأخيرة أن الوضع اللي وصلتو الكرة الإفريقية في الجزائر بهاد الفضائح اللي درتو وفمك ذكرتيها باش كنتناقض مع نفسك، وصلتيها للوضع المقرف. وراه الوضع المقرف هو اللي حطيتو نتوما دابا إفريقيا فيه. هادشي اللي حصل كامل هذا هو. انا عن نفسي ما عجبنيش الحال صراحة، شيء مخجل. من 2024 مازال في افريقيا كنوقعوا في هذه المشاكل هذه. الامور السياسية عندها ادارات ديالها، والامور الكروية عندها اللعبة ديالها شفافة، مجرد لعبة. علاش كتدخل فيها الامور السياسية والخريطة والروينة وكذا؟ تخربيق هذا. إلا كتضرك الخريطة سير أخويا للأمم المتحدة، خلي عليك الكرة بعيد على هذا الموضوع هذا. وبهذا نكتفي، وهذا كان رد بسيط على التعرجي، عشان المغاربة كلهم خصهم يهضروا على هذا الموضوع باش يسد علينا شوية. داك راه كتر كل مرة كيخرج بغيتش نقولها بواحد اللفظ خايب، كل مرة يخرج لنا بواحد الخرجة ويا ريته ما خرجها، لأنها خرجة نعتبرها من المخرج. والسلام عليكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.